السلام عليكم متابعين مصر زمان. تعالوا نتعرف على الإمبراطورة أوجيني ونشوف قصتها بالتفصيل، وكمان جوازها من نابليون الثالث وغيرته عليها لما علم إن الخديوي بيحبها. ولدت الإمبراطورة الفرنسية أوجيني في 5 مايو سنة 1826 بإقليم غرناطة بأسبانيا، وتعلمت اللغة الإنجليزية وبرعت في اللغة الأسبانية. كانت جميلة جدا، كل اللي يشوفها يحبها. لما الخديوي اسماعيل كان بيدرس في فرنسا أعجب بيها وحبها، لكن معبرش عن حبه ليها في الوقت ده، وتفاجأ بعدين بإنها اتجوزت نابليون الثالث إمبراطور فرنسا، فحزن الخديوي حزن شديد. وبدأت قصة حب الإمبراطور نابليون الثالث بأوجيني، وحارب جميع عيلته عشان يتجوزها، لأن أوجيني ما كانتش من الدم الملكي ومش فرنسية، وبرضه اتجوزها سنة 1853 وحبها حب شديد وخلف منها طفل اسمه لويس. وقدرت أوجيني إنها تكسب قلوب جميع الشعب الفرنسي، وأخذت الكثير من الصلاحيات، كانت سياسية جدا وزاد نفوذها، لحد ما جه اليوم اللي دعاها الخديوي اسماعيل لزيارة مصر بمناسبة افتتاح قناة السويس سنة 1869. طبعا الخديوي انتهز الفرصة وكسر كل القواعد عشان يشوف حبيبته أوجيني، وكل الناس لاحظت بأن الخديوي اسماعيل بالغ في الاحتفال بيها، وأنه أمر ببناء قصر ليها قبل زيارتها لمصر بمدة 6 سنين، وكان بيشبه قصرها في مدينة غرناطة، بالإضافة إلى أنه أنشأ طريق الهرم لأنه عرف بأنها نفسها تزور الأهرامات. وقالت أوجيني عن استقبال الخديوي لها: لم أرى في حياتي استقبال أروع من استقبال دول الشرق لي. ولما عرف نابليون الثالث بكده وقصة الحب اللي بينها وبين الخديوي، غضب غضب شديد وأمر برجوع الإمبراطورة أوجيني إلى فرنسا في الحال. لكن الأمر زاد في التعقيد لما أهدى الخديوي اسماعيل هدية ليها، وهي عبارة عن غرفة نوم من الذهب الخالص، ومعاها ياقوتة حمراء مكتوب عليها: عيني ستظل معجبة بك إلى الأبد. وبالفعل رجعت الإمبراطورة فرنسا، وقامت مشاكل كبيرة بينها وبين الإمبراطور نابليون، لكن بسرعة القدر لعب دوره. دخلت فرنسا في حرب ضد أسبانيا، وتهزم نابليون الثالث هزيمة كبيرة، فعاشت أوجيني حياة تعيسة بعد ما خدامينها سرقوا مجوهراتها ولبسها وكل ما يخصها، فهربت إلى إنجلترا هي وابنها لويس. ولما كملت 77 سنة من عمرها، حنت أوجيني بإنها ترجع مرة تاني لمصر. رجعت متنكرة وقعدت في فندق في بورسعيد، وتقال إن المصريين شافوها وهي بتزور القصر الملكي للخديوي، وده كان في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني. كانت بتزور أرامل الخديوي اسماعيل. وماتت أوجيني في يوم 11 يوليو 1920 عن عمر 94 سنة، ده كان في أسبانيا في مسقط رأسها، بعد ما عاشت حياة مأساوية مليانة بالسفر والهروب. تعالوا نشوف قصة حب الخديوي لأوجيني. بتحكي الأميرة فاطمة ابنة الخديوي اسماعيل إنه لما كان شاب حب فتاة فرنسية أرستقراطية، وتمر السنين ويبقى هو خديوي مصر، وتصبح هي إمبراطورة فرنسا الإمبراطورة أوجيني. وكان الخديوي له أمنيتين: الأولى هي إن تكون مصر من أجمل البلاد، وفعلا الأمنية دي اتحققت. والتانية إن أوجيني تاجي زيارة مصر وتشوف إنجازاته. كان افتتاح قناة السويس فرصة مناسبة عشان يستضيف الإمبراطورة أوجيني، وفعلا دعاها الخديوي اسماعيل ضيفة شرف في الحفل، واشترى الخديوي جزيرة على النيل، وبعت لخبراء التجميل اللي بيشتغلوا في المعمار في أوروبا عشان يبنوا قصر الجزيرة، وبنوا قصر جميل وأحلى ما يكون، واشتروا المفروشات من إيطاليا وفرنسا، وعملوا نافورة في وسطه، ودي كانت من أجمل نافورات المية في مصر. وحط الخديوي تمثالين لأسدين من الرخام الأبيض على مدخل القصر. الخديوي طبعا ما اكتفاش بكده، فضل يفكر عايز يعمل حديقة مفيش زيها في العالم، حب يعمل حديقة أسماك. طلب الخديوي اسماعيل من مدير متنزهات باريس انه يجيب ناس عندهم خبرة عشان يصمموا حديقة تكون على شكل جبلاية،
وفعلا عملوا الحديقة دي، وبقى المنظر العام ليها في منتهى الروعة، وسموها حديقة الجبلاية. الحديقة بقى كانت ايه اللي بيحصل فيها؟ الهوا كان بيدخل جواها ويعدي، وكان بيعمل صوت موج البحر. شوف الجمال والحلاوة. المهم قضت الإمبراطورة أوجيني 21 يوم في مصر كأنهم زي قصص ألف ليلة وليلة. كان الخديوي إسماعيل بطل القصة الحقيقية، حبيب أوجيني، وحب إن تشوف محبوبته مصر بلده كباريس الشرق. ولما خلاص حبت أوجيني تسافر بلدها، الخديوي طبعا جنب الواجب تاني أهداها هدية غالية ونادرة جدا، غرفة نوم من الذهب الخالص، فيها في النص ياقوتة حمراء مكتوب حواليها بالفرنسية: عيني على الأقل ستظل معجبة بك إلى الأبد. وتمر السنين وتاج الإمبراطورة أوجيني مصر بعد وفاة الخديوي إسماعيل. كانت كبيرة في السن، فضلت تفتكر ذكرياتها مع الخديوي. شافها المصريين وهي بتمشي حوالين قصر الجزيرة وحديقة الجبلاية، وعلى الرغم من سنها كان كبير كانت بتبكي وهي مش قادرة تمشي، رجليها كانت تقيلة وكأنها بتفتكر ان كل الجمال ده كان ليها لما حبها الخديوي. ودي آخر زيارة لها في مصر. بعدين ماتت الإمبراطورة أوجيني فقيرة في بلاد بعيدة، وخلصت حكايتنا.